أعود إلى موضوع أنك تقول تطلع فيه كل القديم والجديد. طيب يعني أعود إلى نفس النقطة اللي أثرتها قبل قليل، يعني أنت قلت أنك ضد الظلم وضد مثلا انتهاك الحقوق وما إلى ذلك. طيب في هذا السياق هل تتعاطف مع البهائيين في مطلبهم بأن يصبح دينهم يعني معترفا به رسميا في البلد؟ طبعا تعترف يا سيدي الفاضل. شوف، الوحيد الذي سيحاسب كل واحد على أفعاله وأفكاره ومبادئه وإيمانه الله سبحانه وتعالى. طب للمعلومة لما يبقى يسمعوا عند ربنا نعم. فوق يبقى يحاسبوا. بس للمعلومة هل الدين يعني أبناء الدين المسيحي عموما يعترفون بالبهائية كدين؟ يعني سؤال للمعلومة فقط. مش حكاية وهم مش محتاجين إذن حد، بس خليك معايا. لا الدين المسيحي يعترف لا للمعلومة. كل واحد حر في إيمانه ومعتقداته. يعني احنا بنعترف بالبوذية، طب انت احنا كل واحد حر في اختياراته. دي مبادئ انا حر انه يبقى كافر، حر انه يبقى كافر. انا مش هتجوز كافر وافضل ما صديقش كافر، انما هو حر لو عايز يبقى كافر يبقى انا مالي. كل واحد اللي يحاسب ربنا. طيب اوكي. الان انت تعترض على الماده الثانيه من الدستور المصري التي تنص على ان التشريع او الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر. هل تقترح مثلا اضافه الديانه المسيحيه؟ لا طبعا يا سيدي، لا بالعكس. ماذا تقترح؟ اقترح ان البند ده يتشخص. ليه؟ انا راجل علماني، انا بؤمن بعلمانيه الدوله. طيب اذا كنا عايزين نطلع النهارده، اولا ايه خطوره الماده دي؟ اذا جيت تحاسب الاخوان تحت اي بند ان انتوا بتمزجوا الدين بالسياسه وعايزين تفرضوا الدين وتدخلوا الدين في السياسه وتحكموا بالدين مش بالسياسه، هيقول لك والله ما الدستور بتاعك بيقول كده. الدستور بتاعك انا ساتي الى الربط. انا راجل يا سيدي، انا راجل علماني، لا عايز دستور يجيب سيره الاسلام ولا المسيحيه ولا اي دين. طيب في هناك تسمع باحمد صلحي منصور زعيم من يسمون بالقرانيين. قبل يعني فتره اجرينا معه مقابله وطرح هذا الموضوع. الماده الثانيه هو وجهه نظره انه الماده الثانيه بنصها الحالي يجب ان تستبدل بمواثيق وعقود حقوق الانسان. هل توافق على ذلك؟ طبعا توافق على هذا طبعا الكلام. طيب الآن من الناحية العملية أنت قبل قليل يعني تحدثت عن المادة الثانية وكذا، يعني كيف تؤثر هذه المادة عمليا على حياة الأقباط؟ يعني تتدخل في يعني حياتهم الشخصية، في قوانينهم، تعرف الأحوال الشخصية، مسائلهم الدينية. فيها حاجة أوحش من كده، وهي بها بتؤدي إلى حالة من النسيان والإهمال ل 15 مليون مصري. كيف؟ دستور بلد ما جابش سيرة ال 15 مليون بالغلط أو بالصح. هي مسألة يعني أنا لما أقرأ ده، لو أنا راجل أجنبي قاعد بره وبشوف دستور بلد بيقول إن الشريعة هي الإسلامية، أقول دي لازم بلد إسلامية كلها. طب ال 15 مليون دول راحوا فين؟ طيب يعني أنت مشكلة يعني مش مسألة يعني لا سيد سويرس، يعني أنت تقول بأن المادة الثانية عمليا من الناحية العملية لا تؤثر على الأقباط، ولكن لأنهم يعني تستثني، يعني هي تستثنيهم بالأصل. تؤصل الطائفية، تؤصل الطائفية، لا تؤثر على الأقباط في حياتهم لكن تؤثر الطائفة. لأن كأنك يعني أنت تعترض على المادة وليس على المضمون، يعني بشكل مش بسبب أنا بقى أساسا قلت لحضرتك أنا راجل علماني وبالتالي أرى بفصل الدين والدولة. طيب فبالتالي لازم تتشال خالص. نمرة 2، لما أنت تيجي تذكر هذا وأنت تتناسى ال 15 مليون، ابتدي دول ولا تجيبهم بالطول ولا بالعرض. خلاص لو أنت عايز تدخل الدين بقى ومصر بها أقلية تدين بالديانه يعني لو وتخضع للشريعه المسيحيه. طب لو أضيفت هذه المعلومه انت يعني سعيد؟ لا مش سعيد، برضه مش سعيد. تاخذ الاقباط بعين الاعتبار. احسن من دلوقتي. طيب لكن يعني افضل طيب انه لا يذكر شيء ديني. بالظبط. طيب نقطه وصلت. طيب واحد زي يعني افرض واحد حر مش عايز يبقى طيب. يعني ما تروح مثلا تقدم في الشاطئ فتلاقي كارنيه يقول لك الاسم والديانه. طب انا راجل رايح استحمى في البحر. ايه علاقه الديني بالكارنيه؟ انا سألت الى نقطه، هل هذا موضوع الكارنيه يعني انا في شركتي انا النهارده ايه؟ 99% من العاملين في شركات المسلمين. طيب ليه؟ لان عمري ما بصيت هذا الموضوع. هل لانك جاي ياخد رزقه ابص الاقي دينه؟ هل لانك لم تبص في الموضوع، لم تنظر في هذا الموضوع لا تاخذ في الاعتبار، م لان يعني الأغلبية تفرض نفسها؟ يعني البلد أكثريتها مسلمون. لا مش مسلمون أكثر. لا ما تفرضش مسلمون. مش 99% مسلمين. لا يعني مش 99 يعني، بس ماشي. يعني يعني ما نسيتش، يعني لو ما عملتش كوتا للمسيحيين اعمل كوتا مثلا. لا مش كوتا يعني مثلا يعني شوف، يعني الثلاثة اللي في مكتبي الأمامي اللي هم ماسكين حياتي يعني كلهم مسلمين. ما ببصش. فأنا بعتبر إن اللي هيبص في ديانة شخص
ويأخذ على أساسها قرار طب. بيتعدى على حدود الله. طيب سيد. ليه؟ لأن ربنا خلقنا كلنا زي بعض. نعم. وهو اللي بيوزع طيب. الرزق سيد سويرس، ويدخل على هذا الأساس. أنا أرجع إلى موضوع المادة الثانية، يعني بقدر ما أنت قلت لأنك تستثني، لا لأنها مهمة، لا فيها الدولة وفيها كذا، وحنأتي إلى الإخوان المسلمين أنت قلت أنهم مرتبطين بها بشكل أو بآخر. على أي حال يعني إذا كانت مثلا المادة الثانية تستثني الأقباط كما قلت العدد الذي ذكرته يعني، ولكن ما يقال في الواقع أنك من ناحيتك أيضا أنت تريد أن تفرض رأي أقلية على الأكثرية، الأكثرية تريد دعني أسأل هذا السؤال بشكل التالي سيد سويرس، لو وضعت هذه المادة للتصويت وقبل بها أهالي مصر تقبلها؟ للتصويت الشعبي استفتاء على المادة الثانية. ما هو الأغلبية مسلمة هنا بالتالي هيوافقوا على الكلام ده، لكن لا تقبل برأي يعني مش هذه طريقة الديمقراطية؟ لا مش ديمقراطية. مش ديمقراطية. مش ديمقراطية. أنت النهاردة إيه لازم تعتبر. إذا هي إلى حد ما رجعنا لموضوع التمييز الإيجابي. ليه إيه؟ التمييز الإيجابي انه يعني لازم ناخذ الاخبار بعين الاعتبار مكتوب القوانين، يعني مش بنصها بقدر ما هو لازم نذكرهم. يعني يا سيدي الفاضل، لا يمكن ان يكون هناك دستور به ماده تميز بين افراد الوطن الواحد. طيب في هناك حتى انهي هذا الموضوع غلط. نعم حتى انهي هذه النقطه لدى الاقباط ايضا شكوى من موضوع صعوبه بناء دور العباده الخاصه بهم، هذا يعني معروف الكل يتحدث فيه عنكم يعني من ناحيتكم. هل الماده الثانيه ايضا يعني تنص على انه الاقباط يمنعوا من البناء في اي مكان يريدون؟ لا طبعا لا. الموضوع يتعلق بقانون على ما افهم، يعني ارجو ان يعني توضح ان كان الامر مختلفا، مثلا يتعلق بقانون هاميوني كما يقال ربما ورث من ايام العثمانيين، يعني لا علاقه له بالدين حتى. لا هو ما اصبحش له علاقه بخط انا بقيت عدم مترسبه ان اقامه كنيسه موضوع شائك ومحتاج دراسات امنيه ومحتاج موافقات الهيه وقصه يعني مش له علاقه بالماده الثانيه يعني. مالوش. لا مالوش علاقه بالماده. طيب خالص. انت قلت ايضا انك انا انا اعرف موضوع الحجاب يعني تكلمت فيه كثير، ولكن لا اريد ان ادخل فيه كثيرا، ولكن انت قلت انك تشعر في الغربه في مصر عندما ترى نمط الملابس التي ترتديها السيدات والشبيهه بتلك الشائعه في ايران والخليج، هذا هو الكلام؟ خليك معي بس. اولا ده مش تصريح على اساس ديني، انا بحترم، انا راجل ليبرالي علماني بالحق الانسان اللي يلبس اللي هو عايزه بغض النظر عن المسائل الدينيه دي، وبالتالي انا ما قلتش كده. ما الذي قلته؟ قلت غربه؟ خليك يا سيدي. اتفضل سيدي. انا اللي قلته ايه؟ اولا ده الملبس ده اذا كان ازاي يبقى راجل ليبرالي ومقتنع بالحريه الشخصيه بتاعت كل واحد يقول لك انا مش عاجبني الناس لابسه ايه؟ ما قلتش كده. انا اللي قلته ان احنا كمصريين تعودنا على الحجاب بتاع الملايه اللف في الاحياء البلديه، تعودنا على الفلاحه بتاعتنا وهي لابسه الرداء بتاعها، وده من بيئتنا وطول عمرنا عايشين فيه، وطول عمرنا عندنا ستات محجبات حتى في القرن ال40 وال50 كانت ستات بتلبس. اللي انا اعترضت عليه ايه؟ هي استيراد ازياء غير مرتبطه بتراثنا وحضارتنا من الخليج بقى والسعوديه وايران. ايران والخليج. طيب ما هو النموذج؟ يعني انت هذا النموذج يعني يشعرك بالغربه حتى ننهي هذه النقطه. يعني هذا فهمنا من كلامك، لا يعجبك، يعني لا تحبه، لا تريده في البلد. لا تريده. يا سيدي فاضل مش بقى ان انا ما اقدرش اقول لكل واحد اريده ولا ما. لا انت وجهه نظرك، انت لا تقول الناس ما يلبسوا. انا بقول ان احنا المجتمع المصري دي حقيقه واقعه. مجتمعنا تحول من مجتمع ليبرالي منفتح. المرأة فيه كانت بتبوء ودافعت عن حقوقها بأجمل صورة وأجمل صورة، وقام مفكرين جدا لإعطاء هذا الدور. ترادت النهارده إلى الرجوع إلى الوراء بالملبس ده اللي بيميزها. طب ما هو الملبس الذي سيجعل المرأة ليبرالية في مصر أو يعيد مصر إلى ليبراليتها كما قلت؟ اتفرج على أنت حفلة أم كلثوم سنة 70، واتفرج على منظر شعبنا كان شكله إيه، وسيداتنا المحترمات كلهم، لأن الملبس مش هيعمل احترام. يعني مش كل واحدة لبست الحجاب معناها انها محترمة وانها يعني سيدة يعني فاضلة. الملبس عمره ما الانسان من جواه مش بملبسه. انا ما بحكمش على حد من ملبسه، انا قلت بس المجتمع بتاعي اتغير. ولكن انا سؤالي يعني دقيق كان سيد سويرس، انه ما هو الملبس الذي يمكن ان يعيد الى مصر من منظورك يعني طابعها الليبرالي؟ انت رجعت موضوع مثلا الملبس بتاعنا زي الستينات والسبعينات زي ما كنا. هذه نقطة وصلت الستينات والسبعينات. طيب زي ما كنا. ايضا انت افتتحت محطتين تلفزيونيتين. ما فهمناه من كلامك، وارجو ايضا ان توضح ان لم يكن دقيقا بانه ضد التمدد الديني. انت قلت بان البلد فيها يعني جرعة زائدة من التدين. زي ايه؟ لا تقربوا الصلاة. طب ما يقولش النص. ما الذي قلت؟ السؤال كان كالاتي. تفضل.
انت القناه بتاعتك لماذا يعني ما فيش فيها برامج دينيه وما بتذيعش الاذان وما بتذيعش؟ قلت لهم يعني انا هاجي بقى يوم جمعه اعمل القداس واجي اذيع الاذان؟ انا شخصيا القناه بتاعتي قناه غير دينيه، غير لا يعني مش عايز يبقى فيها اي مد ديني، لا قبطي ولا اسلامي ولا اي حاجه. واحده منهم قناه ترفيهيه وواحده منهم قناه سياسيه اجتماعيه وثقافيه، ولا اريد ان ادخل في هذا المجال.